كيف أعرف؟ أنه في 900 و700 و600 فعلا في الأيام الأخيرة كنت ذاهبا في المطار، وكان ثمة شاب يريد الذهاب إلى سوريا، وكان أوقف سابقا، سأله عون الأمن كم معك؟ كان منعا، وهذا الشاب كانت الأستاذة رضي النصراوي دافت عنه، فقال له $900. قال عون الأمن: يا أستاذ، نحن لا نريد أن نمنع هذا الشاب من السفر، وإنما نريد أن نبقي هذا الشاب قيد الحياة. الجواب دائما $900 أو $700 أو $600. هذه الأموال اللي تصرف للذهاب إلى تركيا، ومن تركيا منها إلى سوريا. نحن طلبنا بتحقيق حول هذه الشبكة التي تهرب معناها شبابنا. أنا لا أعتقد أن القضية قضية دينية، لا علاقة لها بالدين، هي قضايا سياسية تغلف بالدين. الذين يذهبون إلى سوريا لا يذهبون للدفاع عن الإسلام، هم يذهبون للدفاع عن مصالح بعض الدول التي تريد إسقاط النظام السوري، علما وأننا لسنا مع النظام السوري. نحن لسنا مع النظام السوري، ولسنا مع التدخلات الأجنبية ومع استغلال هذا الشباب. نحن مع الشعب السوري ونريده أن يتمكن من إقامة نظام أرقى من نظام بشار الأسد، وأن تكون مواقفهم الكيان الصهيوني أفضل من مواقف معناها الأسد. لكن هذا الشباب فعلا، نحن استمعنا أخيرا في وسائل الإعلام التونسية إلى تحقيقات رهيبة حول مصير هذا من الشباب. لماذا لا يفتحوا تحقيق؟ هذه المسألة لماذا لا تناقش في العلني حتى يعرف التونسيون كيف يهرب شباب ويهجر شبابنا؟ حين أعلن الشيخ أبو عياض وهو أحد قادة السلفية هنا أنه مكان الشباب هو في تونس، ولا ضرورة للذهاب لا إلى سوريا ولا إلى مالي، وقال هناك ما يكفي من المجاهدين. طيب ردوا عليه، السلطة ردت عليه أعتقد وزير الداخلية، وقال لا يوجد هناك شباب يعني من تونس. لا يوجد. أنا لا أتحدث عن آلاف بصراحة، أعتقد بعض عشرات في أقصى الحالات ربما الأمر يتعلق منها بمئات. ولكن حتى لو كان ثمة تونسي واحد فهو تونسي، لا نريد أن يذهب إلى الموت. من أجل ماذا؟ من أجل خدمة أغراض سياسية إقليمية داخلية أو دولية، لا تريد الخير لا لسوريا ولا لشباب. الشيخ عبد الفتاح ترفض أيضا ذهاب يقينا سوريا ليست في حاجة إلى جندي زائد. ثم نصرة الإسلام ليست الآن بحمل الكلاشينكوف وقتل المسلمين.